نكمل بقى مع الستريبتوكوكاي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه انا بس حابب اقول كلمه وصلها في الاول. يلا ركز يا بالونه، كوبايه شاي جميله وصلى على النبي ونقرا الفاتحه ونبدا على طول. بسم الله. وقف اقرا الفاتحه، هي اعظم سوره في القران، وصلى على النبي ونبدا. ركز معايا يا بالونه، ركز يا دكتوره، ركز يا دكتور. بص يا حبايبي، اول حاجه كده احنا خدنا عينه، ماشي، خدنا عينه عشان نحللها، فادت لنا الشكل كوكاي. كوكاي احنا زي ما قلت لزمايلكم، احنا بدأ طبعا مع بنها المايكرو. تمام. بالنسبه ده دايما بقول كوكاي يعني كوره، حتى اللي كان منكم معايا السنه دي كنت بقول لهم كوكاي كاف كاف كوره كوكاي. جميل كده. فاول حاجه كانت كوكاي مدوره. بعد شويه، هو طبعا الفرق بين الدائره والكوره ان الكوره 3 دي يعني مجسم، انما الكوره مسطح 2 دي. ما علينا، المهم هي دائريه او كرويه الشكل. بعدين حطيت عليها الجرام ستين، فادتني جرام ستين بوزيتيف. جميل، يعني جرام ستين بوزيتيف. بعد شويه رحت حاطط عليها الكتاليز، حاطط عليها التفاعل، عمل لها الكتاليز رياكشن، ادتني بوزيتيف او نيجاتيف. انا بس بفكرك بحاجه، لو ادتني كتاليز بوزيتيف معنى كده ان هي الاستاف، واتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت وزيني عنها كلام. لو ادتني كتاليز نيجاتيف فاحنا بنتكلم عن الستريب، ماشي، بشكل اساسي. طبعا الستريب انواع، عايز اميز بينهم، ماشي، ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. صلى الله عليه وسلم على الصلاه والسلام. لو حابب تعرف اكتر عن يعني ايه كوكاي وايه المورفولوجيز المختلفه للبكتيريا، او الجرام ستينز ويعني ايه جرام ستين، وايه بقى فكره الجرام ستين، ويعني ايه بوزيتيف جرام ستين، ويعني ايه نيجاتيف جرام ستين، وليه البكتيريا بتظهر بالشكل بوزيتيف وليه البكتيريا بتظهر بالشكل نيجاتيف، دول اول 3 محاضرات في الكورس يا شباب، هم ملغيين في المنهج الجديد. جميل كده، ولكن احنا شرحناهم لاهميه. تمام. اول حاجه المورفولوجي، وبعد كده التعقيم السيريزيشن، وده مهم قوي في شغل برايفت. وبعد كده تالت حاجه، تالت نقطه معانا الا هي المضادات الحيويه. تمام. ما تهملهمش يا شباب، مش معنى ان هم اتشالوا من الكتاب، هم اتشالوا تخفيفا عنهم، لكن انا شايف ان هم مهمين جدا لفهم باقي المحتوى. تمام. يبقى احنا بنتكلم عن الستريب. تمام يا دكتور حمد. ماشي، يبقى الستريب. طب يلا بقى واحده واحده كده، احنا عرفنا الستريب ديت جرام بوزيتيف، كوكاي يعني كوره، ولو حطيت عليك كاتاليز يبقى نيجاتيف. جميل يا دكتور حمد. نقسمه، ايوه ممكن نقسمه ازاي؟ جالك على حسب الاكسجين ريكويرمنت، على حسب احتياجات الاكسجين. والله ممكن تكون اوبليجاتري ان ايروبيك، ان يعني لا، ايروبيك يعني هوائي، يبقى لا هوائيه. اوبليجاتري يعني اجباري. واحده واحده كده، يعني ايه لا هوائيه؟ يعني مش عاوزه اكسجين. طب اجباري يعني ايه؟ يعني لو انت حطيت لها اكسجين هتموت، هي مش عاوزه اكسجين غصب. ده هي دي البيئه اللي بتقدر تعيش فيها. شكل مين؟ البيبتوس ستريبتوكوكاي. وده نوع من النورمال فلورا. نورمال فلورا يعني ايه؟ خدنا فلورا قبل كده في المايكرو السنه اللي فاتت، وقلنا يا جماعه الفلورا دي بكتيريا موجوده في جسمنا، ما بتضرناش، بالعكس بتفيدنا. في منها بيطلع لنا فيتامين كي، وفي منها بيطلع لنا فيتامين بي. طب هي بتفيدني بالفيتامينات دي. طب انا بفيدها ازاي؟ بوفر لها مسكن وبوفر لها اكل. منها اللي موجود في البق، في الماوس الفم، منها اللي موجود في الجهاز التنفسي العلوي ابر ريسبيراتوري تراك. طبعا الجهاز التنفسي مقسوم جزئين، ابر ولور. تمام. البول اللي هي مجرى الاكل وكده، يعني اللي هي السمول ولارج تيست اللي معاها الدقيق والغليظه. والفيميل جينيتال تراك اللي هي المجرى التناسلي الانثوي. ده بيشارك في الانيروبيك انفكشن. العدوى لو سببها حاجه انيروبيك غالبا بتكون اللي هم اوبليجاتري انيروبيك ستريب، لو كانت في البطن او في البلفكس اللي هو الحوض. شكل حاجه هنتكلم عنها بعد شويه، حاجه اسمها البربرال سيبسيس اللي هي حمى النفاس. يعني حمى النفاس بشكل بسيط خالص لحد ما ناخدها بعد شويه. ديت يا شباب ست، تمام، اتجوزت ومبسوطه وربنا يسعدها، بعدين الحمد لله حملت، بعدين خلفت. لو كان في مشكله في عمليه الولاده، زي مثلا ما كانش مطهر قوي، ما كانش معقم و الى اخره، فجالها عدوى بالستريبتوكوكاي. العدوى ديت في خلال 14 يوم طبعا بيظهر عليها اعراض سخونيه والى اخره، وبيسموها حمى نفاس. ماشي، هنتكلم عنها بعد شويه وازاي نعمل لها وقايه. حلو. طبعا انت من كلامك كده انا قلت لك ان في بكتيريا وفي مش عارف ايه، فلو عقمت كويس اثناء عمليه الولاده، وده الحمد لله اللي في الغالب بيحصل يعني، فمش هيحصل المشكله دي الحمد لله. طب تاني حاجه ايروبيك فاكولتيف انيروبيك ستريب. يعني فاكولتيف جاي من كلمه فاكولتي يعني كليه، فاكولتيف هنا طبعا المفروض يعني احنا اللي بنختار الكليه، عشان كده فاكولتيف معناه اختياري، ولكن للاسف تجبر على الدرجات. انا عارف ان انا فكرتك بالحزن الجديد، ارجع معلش معلش، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طب واحده واحده يا دكتور حمد. يبقى الستريبت بنقسمها حسب احتياجها الاكسجين لحاجتين، يا اما حاجه بتعيش في بيئه ما فيهاش اكسجين ولو حطيت اكسجين تموت، يا اما فاكولتيف
حاطط لك اكسجين تعيش، حاطط لك غير اكسجين تعيش. طب الحمد لله. يبقى في حاجه واحده واحده مع بعض اهو. ناخد السكريبت نقسمها حاجتين، يا اما لابد من عدم وجود اكسجين، لازم absence of oxygen، وفي حاجه تانية حاطط لها اكسجين ماشي، ما حطيتش ماشي، في كل حاجتين هتعيش معايا. تعالى بقى نقسم ديت لثلاث حاجات. احنا خدنا المره اللي فاتت البلاد اجار اللي هو الطبق اللي موجود في بلاد، تقريبا يعني بيكون بلاد بتاع الشيب اللي هو الخروف يعني. قلنا يا شباب ادي اول طبق، وادي تاني طابق، وادي تالت طابق. يلا كلك نحط فيهم بلاد. ايه الفرق بقى؟ قال لك والله اول واحد فيهم الهيموليسيس بيكون كومبليت هيموليسيس، تاني واحد الهيموليسيس بيكون incomplete هيموليسيس، والتالت بيكون absent هيموليسيس او absent هيموليسيس. قلنا الكومبليت ده بيتا هيموليسيس، والانكمبليت ده الفا هيموليسيس سوري، والابسنس اللي هو الجاما هيموليسيس. حلو كده يا دكتور حمدي؟ ممكن خلي بالك بقى، ممكن اقول عليها incomplete او partial، عشان لو لقيتها مكتوبه برضه partial يعني جزئي. ماشي، جايب كلمه طبعا على السلام، جايب كلمه بار، فبارشيال يعني ايه؟ جزئي. ركز معايا. طب انا دلوقتي قسمتها لحاجه ما بتحبش الاكسجين وحاجه بتحب الاكسجين او لا. اللي بتحب الاكسجين ممكن نقسمها حسب بلاد اجار لكومبليت وانكمبليت او ابسنت. الكومبليت اسمها بيتا، وانكمبليت الفا، وابسنت يعني جاما. جميل يا دكتور حمد. اهو بيتا دي معناها ان هي بتعمل كومبليت هومولوسيس على البلاد اجار، ومعناها يعني كومبليت هومولوسيس يا دكتور حمد زي ما انا راسم في الرسمه دي، بتخلي حواليها زون كده فاضي. يعني زون فاضي يا حبيبي، مش هي بتكسر البلاد؟ ايوه، يعني بتفضيه. عاوز نوضح لك اكتر؟ حاضر، ركز مع اهي. بتخلي حوالي في حته فاضيه كده حوالين الايه؟ البكتيريا. ماشي، دي فكره ان هي بتعمل كوميتومنس، يعني بتكسر خالص. جميل يا دكتور حمد. ده بالنسبه، طب ايه؟ قول لي مثال. حاضر. مش هي اسمها بيتا هيموليسيس؟ تاخد اللي فيها بي. ستريبتوكوكاي ده اسمها بايوجينز، ستريبتوكوكاي بايوجين. وباتشا جميله، وده عيله كبيره بنقسمها حسب الايه؟ لانسن فيلد، وده هنتكلم عنه بعد شويه. بعدين الالفا هيموليسيس، وبيكلمنا عن الالفا هيموليسيس معناه انكمبليت لايسيس، يعني تكسير غير كلي لكرات الدم الحمراء اللي موجوده في البلاد اجار. ماشي، ما بلاد يعني دم، وهو اللي مخلي البلاد لونه احمر الريسوسايتس هو الدم الحمراء، واللي مخلي كرات الدم الحمراء لونه احمر الهيموجلوبين، واللي مخلي الهيموجلوبين لونه احمر الحديد اللي موجود جواه. صح كده ولا ايه؟ الحته بتاعت الهيم. طب احنا ما شاء الله جزء الهيماتولوجي مشروح برضه جزء منه على اليوتيوب، واللي حابب يشارك معانا في كورسات اندسون. انكمبليت لايسيس، لايسيس يعني تكسير كلي، وهنا هيمو لايسيس يعني تكسير هيمو يعني دم، لايسيس يعني تكسير دم. يبقى هنا كومبليت يبقى بيتا، انكمبليت يبقى الفا، بيتا يبقى بايوجنز، الفا الفا فيها ايه؟ تبقى فيريدنس ستريبت فيريدنس او فيريدنس ستريبت. بيقول لك ان هي بتديك زون لونه اخضر كده. يعني ايه اخضر؟ هو الدم بيقول لك لما بيتكسر بشكل مش كلي بيديك لون ايه؟ اخضر، لكن لما بيتكسر بشكل كلي بيديك حته فاضيه خالص. طب النون هيموليتيك طبعا هنا ما كتبش الجاما، بس احنا عارفين بقى النون هيموليتيك هي الايه؟ الجاما. جالك تعالى بقى ناخد البيتا هيموليتيك ونقسمها على حسب الكربوهيدرات سيل والانتيجين 18 نوع. طب صلى على حبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عينيا حاضر. ناخد نصور طيب عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. ركز يا بلونا ما تنامش مني، احنا ماشيين واحده واحده اهو، وانا معاك للاخر. صلى على النبي عليه السلام. ركز معايا اهو. احنا وصلنا لحد بيتا، وقلنا البيتا ده هنقسمها على حسب ايه يا شباب؟ صلى على النبي عليه السلام. على حسب الانتيجنز اللي موجوده على سطحها، على حسب الانتيجين اللي موجوده على سطحها. مش احنا متفقين برضه خدناه في المورفولوجي وقلناها في سنه اولى ان اول حاجه بتجابلني في البكتيريا السيل وول جدار خلوي، ثم السيل ميمبرين الغشاء الخليه، ثم النيوكلير ماتيريال، النيوكلير ماتيريال اللي هي الماده الخلويه بتاعتها، الماده الوراثيه بتاعتها. جالك السيل وول ده فيه انتيجينات بتقسمه، مثلا لو في الانتيجين بشكل مثلث مثلا، فالطيب الاول مربع يبقى الطيب الثاني اندسون. يبقى بنقسمها حسب السيل وول يعني جدار خلوي انتيجين لكم نوع؟ قال لك ل 18 نوع. بنرقمهم ازاي؟ قال لك من A B C D E لحد كام؟ لحد اليو، بس الاي والجي مش معايا. تمام كده يا دكتور حمدي؟ تمام يا حبيبي. ركز بقى معايا عشان انا عاوزك تركز في اللي انا قلناه من الاول. اول حاجه احنا لقينا كوكاي، عملنا جرام ستين طلعت بوزيتيف، فكرنا نعمل كاتاليست طلعت نيجاتيف، فكرنا في الاستريب. لقينا في شويه منهم ما بيحبوش الاكسجين وشويه يعني عادي، حطيت اكسجين ماشي ما حطيتش ماشي.
اللي دول حطيناهم بقى اجار، طلع في منهم شويه بيتا. البيتا دول حبينا نقسمهم حسب الانتيجين الموجود على السيبول بتاعهم، اتقسموا 18 نوع من اليو، وباستثناء الاي والجي. ماشي، ركز معايا اهو كان اهو. يبقى البيتا بنقسمها حسب الكربوهيدرات سيل وول انتيجين. خلي بالك بقى، السيل وول طبعا في تركيبه في البكتيريا غير تركيبه في خلايا النبات. طبعا السيل وول ده موجود في ثلاث حاجات، في الفطريات وفي النبات، وفي ثالث حاجه معانا هي مين؟ هي البكتيريا. حاجات تانية بسيطه بس مش عارف يعني، ركز في الثلاث دول بشكل اساسي. طبعا تركيب السيل وول في كل واحد منهم بيختلف عن الثاني، واتكلمنا عن ده في الشابتر الاول في الماده ديت، بس اتلغى الحمد لله. دول 18 نوع زي ما قلت لكم من A لحد يو، بس الاي والجي ما بينعدوش معانا، وده اسمه لانسفيلد كلاسيفيكيشن. خلي بالك بقى، جروب A وبي وسي وبي وجي هم دول اللي بيعملوا هيومن ديسيز. احنا هنتكلم عن جروب A. جميل الكلام. يبقى انت عندك من دول احنا هنهتم منهم بايه بس، بيسموها ايه؟ جروب A. جميل جميل. اسم مامتها بيتا هيموليسيس، صح؟ انا بس عشان ما تلخبطش، بيتا هيموليسيس ستريب بايو جينز. ركز معايا عشان ما تلخبطش. اول حاجه احنا بنتكلم عن الستريب، ممكن تبقى اس بس على فكره، او ممكن تكتب الستريب براحتك زي ما تحب. بايو جين البي تفكرك ان هي بيتا هيموليسيس. انا بس ليه بكتبها قدامك؟ عشان مش عايزك تتلخبط ان في A و B ورا بعض. الاي ديت هي جروب A اللي هو البيتا هيموليسيس، فاضل منهم 18 نوع، في نوع منهم اسمه جروب A. جميل. طب الاي مكتوبه، البي ما تكتبهاش بكده، بتنكتب بيتا بالشكل ده كده، يعني عصايه اهي بعمل كده، دي اسمها بيتا. ماشي، يبقى جروب A بيتا هيموليسيس ستريبت بايوجين، دي اللي احنا هنتكلم عنها في موضوع النهارده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.